الجاتوه الاقتصادي بكوب دقيق وثلاث بيضات وكوباية كريمة بس عمل معايا أكتر من 10 قطع كبار، اللهم بارك. مبسطلك الطريقة جدا جدا علشان أي حد مبتدئ ونفسه يعمل حاجة بإيده هيلاقي الموضوع سهل وبسيط بأمر الله تعالى. غير إن طعمه أقسم بالله ينافس أكبر المحلات، هشاشة وطعامه ملهاش حد، وأكيد ده طبعا واضح أمام حضراتكم. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وعايزه اقول لكم كمان ان الطريقه هتلاقوها مكتوبه على بعضها للي حابب ياخد اسكرين. هنقول بسم الله ونشوف طريقتنا. اول حاجه معايا 3 بيضات، حطيت عليهم معلقه صغيره من الفانيليا واحط عليهم ربع كوبايه من الميه. مكتوب كل حاجه بالجرامات يا جماعه للي حابب يكون دقيق. حط معلقه كبيره هرميه من النشا بالشكل ده، وزنها برضو كل حاجه موجوده، وربع كوبايه من السكر، وحطيت كوبايه واحده بس من الدقيق، وكل حاجه على بعضها. واحط كمان نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، نص بس يا جماعه مش اكتر من كده. ركزوا معايا في المقادير والتزموا بيها لان هتحصلوا على نتيجه مرضيه ان شاء الله. عارفين كيس بونو بلس ده اللي هو المحسن الجل؟ ده موجود عند العطارين وموجود عند اي محل خامات حلواني. الكيس ده سعره مش غالي، انت هتاخده نص بالظبط. هو الكميه اصلا مكتوب عليه حوالي 45 جرام، انت هتاخدي نص الكميه بالظبط. يعني انا كنت واخده نصه قبل كده وادي نصه، يعني الكيس ده بيكفي لك مرتين من المقدار اللي احنا عملناه. هعمل ايه؟ كل الكلام ده كده على بعضه وهقوم ضرباه اما بمضرب كهربائي او حطاه في العجان. وادي المقادير امام حضراتكم للي حابب ياخد اسكرين. ما ينفعش نستغنى عن اي مكون من اللي انا حطيته خالص، والمحسن هو اساس الوصفه بتاعت النهارده. طب يا شيماء احنا ما عندناش المحسن، انا عامله طرق كتيره جدا للسبونشات موجوده عندكم في القناه، من غير محسنات وبدقيق الاسبونج وبكل حاجه. كل اللي انتوا تتمنوه هتلاقوه عندي في القناه، انا عاملاه لان براضي جميع الاطراف. الطريقه دي سهله وبسيطه واقتصاديه جدا. ضربته لحد ما اصبح القوام بالشكل ده، واللي بيخلي قوام الشكل ده هو المحسن اللي احنا حطيناه. من غير المحسن عمر قوام الكيك ما هيبقى معاكي كده بالظبط بالظبط زي الكريمه زي ما انتم شايفين. جبت الصينيه بتاعتي، الصينيه دي الصينيه المستطيله المتوسطه في الثلاث صواني اللي فوق بعض، ده المقاس المتوسط. رشيتها دهنة زيت بسيطة وحطيت عليها ورقة من الزبدة ونزلت الخليط بالشكل ده، بينزل تقيل زي ما انتم شايفينه كده اكنها بالظبط كريمة. بنزله وبقوم مسوياه على قد ما بقدر في الصينية، وعشان اضمن ان هو تساوى بجيب كده عود شيش طاووق وبفضل رايحة جاية بالطول وبالعرض علشان اضمن ان هو اتساوى تمام. بعمل ايه؟ بدخل الصينية دي الفرن. كيك الاسبونج بيستوي على حرارة متوسطة 180، وطبعا الدرجة دي لازم اكون محققاها من قبل ما ادخل الصينية بحوالي ربع ساعة. بكون مشغله الفرن قبلها، وبعدين بدخل الصينيه على الرف المتوسط او الفوق متوسط، بتقعد حوالي من 35 ل 45 دقيقه، وبتطلع معايا بختبرها وبتكون بالشكل ده. بسيبها تبرد تماما، وبعد ما تبرد لو انا هشتغل بيها تاني يوم قبل ما بنام بلفها بستريتش راب وبسيبها في الصينيه بتاعتها علشان احافظ على طراوه الكيك بتاعي. تاني يوم انا بشتغل بيه، وده طبعا يفضل، بتشيل منها بقى الاستريتش راب. وعايزه اوريكم ارتفاع الكيك ما شاء الله. الصينيه المتوسطه عامله معايا ارتفاع كويس جدا يطلع ديسكين محترمين من الكيك زي ما انتم شايفين. يعني 3 بيضات ما شاء الله هيعملوا كميه محترمه. شايفين الارتفاع حلو جدا، يطلع معايا ديسكين حلوين جدا. بقسم الكيك بتاعي لديسكين سواء بالمنشار او لو بسكينه عندك مفيش مشكله، وده بيكون الديسكين بتوعي، ده اول رق وده التاني. ديسكين بارتفاعهم حلو مش رقيق خالص. شايفين اهو؟ هوريكم الارتفاع على قريب اهو. شايفين ارتفاع الكيك حلو جدا جدا. خلاص انا هبتدي بقى احشي. حضر الكريمه معاكم. معايا كوبايه من الكريم شانتيه، وهي دي بس اللي استعملتها وما استعملتش غيرها خالص. كوبايه واحده اللي هو حوالي 8 كيلو يا جماعه. حط عليهم كوبايه من الميه المتلجه وكوبايه تلج، او تقدروا تحطوا بدل التلج ده كوبايه ونص ميه ساقعين متلجين. لو عندكم تلج حطوا، بس طبعا خدوا بالكم من التلج مع الجهاز اللي انتوا بتستخدموا بيه، علشان خاطر التلج ممكن يكسر الجهاز لا قدر الله ولا حاجه، يعني خلوه مجروش افضل. وحطيت عليهم ربع كوبايه من السكر، وهاخد الكلام ده كله هضربه في مضرب كهربائي او في العجان بتاعي لحد ما احصل على كريمه مظبوطه هتعجبك جدا، قوامها حلو قوي. انا مستخدمه كريمه ريتشي المتحده، بتبقى طعمها جميل وبترمي معاكي كميه حلوه. النهارده الديسك ده اللي هو كان من فوق انا شلت كله الوش من عليه. ده تاني يوم يا جماعه، يعني اول يوم انا ما بجيش جنبه، تاني يوم انا بشيل الطبقه بايدي كده، بكحت كده بايدي، بيتشال معاكي بكل سهوله لحد ما الوش ده يتشال خالص. اول ديسك حطيته بحط عليه طبقه من الكريمه، وانا بحطها في كيس حلواني عشان تبقى سهله معايا، واحس ان سوى الكريمه كل واحد في قلب
الطبقه بتاعتي، وبعدين بسويه كده بالشكل ده. ودي كده اول طبقه. وهحط بقى فوق طبقه الكريمه التوبنج اللي انا عملته معاكم الحلقه اللي فاتت وقلت لكم ده اساس الوصفه اللي جايه. بجد يا جماعه، بجد والله العظيم من غير مبالغه في الكلام، حول الجاتوه وداه في حته تانية خالص. وانا طبعا متوصيه، لان انا ولادي اللي هناكل، فمتوصيه بيه وحاطه كميه حلوه جدا. مفيش حد بيحشي الكلام ده بالكم ده بره. دول نص كيلو فراوله، يعني عامله حوالي 25 جنيه، مش قضيه، واخده نص كوبايه من السكر. بس بصراحه خلى طعم الجاتوه رائع رائع رائع. والولاد مش متخيلين حبوا طعمه قد ايه، وخفيف جدا وتاكلوا منه مهما تاكلوا بصراحه ما تشبعوش. حطيت كده، وزعت طبقه التوبنج الفراوله اللي انا عاملاه معاكم في القناه الحلقه اللي فاتت على طول. خشوا على القناه هتلاقوه موجود الحلقه اللي فاتت على طول. ووزعته كويس، وبعدين نزلت بطبقه الكيكه التانية، وبعدين بنزلها كويس، بضغطها كويس. انا طبعا مش بحط اي سوائل على الكيك، مش بس الكيك خالص، هو مش محتاج، هو هش وجميل ومش ولا اي حاجه. انا اكتفيت بالسوائل اللي موجوده في توبنج الفراوله، فحطيت على طول الكيك وفوق منه طبقه الكريمه التانية على طول. وخدوا بالكم، بصوا بقى الحركه اللي جايه دي، انا هنا وزعت الكريمه بالكيس الحلواني، ومجرد ان انا بجيب السكرابر المشرشر بروح وباجي وبروح وباجي، وبتكون الطبقة دي اتساوت، مش محتاجة مني اي مجهود خالص عشان اساوي الكريمة بتاعتي خالص ولا اي حاجة. والسكرابر ده بيتباع سعره رخيص جدا عند اي محل مستلزمات حلواني. انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت الاطار ده، تقدروا ما تحطوهوش، بس انا حطيته عشان ده بيحكم لي طبقات الكيك فوق بعضها. تمام. عملت انا ايه بعد ما حطيت طبقه الكريمه الاخيره دي؟ انا حطيت الكلام ده في الفريزر لمده ساعه علشان الطبقات تمسك مع بعضها، واقطع الكيك بشكل افضل. ما ينفعش اقطع الكيك على طول وهو لسه مخلص، ولا لازم اتماسك شويه في الفريزر وبعدين هقطع. خدوا بالكم بقى من هنا، انا لو كان ممكن جدا ما اقطعش الاطراف دي ويحصل على 12 قطعه، يعني دستة جاتوه مظبوطه. بس انا عشان اعمل شغل نظيف تحسوه كده جاي من بره، فانا سويت الاطراف. تقدروا طبعا انتوا ما تعملوش الكلام ده في البيت، بس عشان انا التصوير والحاجه تبقى شكلها حلو للمشاهد، فانا بضطر ان انا انضف شغلي. شلت جميع الاطراف. هبتدي بقى دلوقتي ان انا اقسم الكيكه بالنص بالطول، وهقسم الكيك. وخدوا بالكم، بصوا انا بقطع قطع عريضه يا جماعه، مش قطع رفيعه. يعني انا لو اتدخلت شويه وصغرت القطع هيطلعوا برضو معايا 12 قطعه. فخدوا بقى انتوا قطعوا بالمقاس اللي يعجبكم، بس هي صدقيني هتطلع معاكي 12 قطعه مرتاح جدا لو انت عاملاه لبيتك من غير ما تقطعي الاطراف والكلام ده كله. بعمل ايه؟ من نفس الكريمه كانت اتبقت مني حته، حطيتها في كيس الحلواني مع روزيتا مع تيب كده، وعملت روزيتات زي قلبي كده بالشكل ده. وجبت بقى زي كل قطعة جاتوه خدت نص فراولاية متقطعة ربعين وعاملاها بالشكل ده. طلع معايا في منتهى الجمال واللذاذة، حاجة كده اللهم بارك اللهم بارك، اكنها جاية من افخم المحلات. وكمان ما بيكونوش متوصيين بيها، وما بيكونوش حاطين التوبنج وكم التوبنج اللي موجود كده. وصفة هتعجبكم، انا متأكدة هتنبهروا. مش اعجاب مجرد اعجاب، لا ده انبهار كمان. وصفة خفيفة، وصفة جميلة، طعم متجانس مع بعضه، مدي تيست في الاخر رهيب ملهوش حل. الكيك زي ما انتم شايفين، يعني انا بقطع في الشوكة حاجة كده دايبة دوب، حاجة كده فلافي جدا، هشاشة ملهاش حل. يعني بجد يا جماعة جربوا الوصفة، وانا متأكدة انها هتعجبكم جدا. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفة جديدة. شكرا لكم، على الف سلامة.